سنة 1943 قررت الإذاعة المصرية إنتاج أغنية تذاع في أول شهر رمضان الكريم، وبالفعل اتعملت أغنية كتب كلماتها الشاعر حسين الطنطاوي ولحنها الموسيقار محمود الشريف، وكان المفروض يغنيها المطرب أحمد عبد القادر صاحب الأغنية الرمضانية الشهيرة وحوي يا وحوي، بس لأنه كان عامل أغنية تانية للإذاعة في نفس السنة فما كانش ينفع يغنيها. وفي الوقت ده كان المطرب الكبير محمد عبد المطلب بيمر بأزمة مالية كبيرة بسبب حالة الكساد اللي سببتها الحرب العالمية الثانية، وبالصدفة اتعرض عليه انه يغني الأغنية اللي كان اسمها رمضان جانا، وخد عليها أجر 6 جنيه حلوا أزمته المالية. ومنح صوت عبد المطلب الأغنية الخلود على مدار السنين بين المصريين بمختلف طبقاتهم، ورفضت الذاكرة السمعية المصرية الاعتراف بأي أغنية رمضانية جديدة تحل محل رمضان جانا، اللي على الرغم من مرور حوالي 80 سنة على صدورها إلا أنها ما زالت واحدة من أشهر الأغاني الرمضانية إن لم تكن أشهرهم في العالم العربي المرتبطة بقدوم الشهر الكريم. ووصفها عبد المطلب نفسه بسخرية ظريفة في حديث إذاعي مع وجد الحكيم: أغنيتي أهم من بيان المفتي، ولو أخدت جنيه عن كل مرة اتذاعت فيها كان زماني بقيت مليونير. محمد عبد المطلب اتولد في قرية شبرخيت بمحافظة البحيرة في 13 أغسطس سنة 1910. بدأت تجربته المختلفة في الغنى من بدري جدا، من أول ما التحق وهو طفل بكتاب القرية، وأول ما بدأ يتعلم قراءة وترتيل القرآن ظهرت مميزات صوته، وأعجب شيخ الكتاب بحلاوة صوته وخلاه يأذن الفجر في مسجد القرية. وفي نفس الوقت كان مغرم بصوت المطرب ذائع الصيت وقتها عبد اللطيف البنا، واللي كان بيلقب في العشرينات بكروان مصر، وكان عبد المطلب حافظ كل أغانيه وبيغنيها تاني قدام أهالي القرية. وأول ما كبر شوية أهله عشان كانوا مصدقين في موهبته قدموا له في معهد الموسيقى العربية، وهناك اتعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان أستاذه في المعهد، وأعجب بصوته وضمه لفرقته عشان يبدأ رحلته المختلفة في عالم الغنى والمواويل، لحد ما بقت الحفلات والأفراح بتتهافت عليه، وأصبح خلال فترة الخمسينيات والستينيات المطرب الشعبي الأول في مصر، واستطاع أنه يحجز مكان بين عمالقة الغنى والطرب في الوقت ده، وكان فقرة أساسية في كل الحفلات خاصة أضواء المدينة. حبيتك وبحبك وححبك على طول، حبيتك وبحبك وححبك على طول، مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول، انا مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول، حبيتك وبحبك وححبك على طول. جمال صوت محمد عبد المطلب وخصوصيته وتفرده خلاه بيزداد مع مرور السنين جمال وحلاوة، كأنه قطعة أنتيكة فنية اتصنعت في لحظة تجلي بتزيد قيمتها مع مرور الزمن. صوت مش بيشبه حد، لكنه معبر عن مصر، الريف والمدينة بالشوارع والحواري. غنى عبد المطلب المئات من الأغاني والمواويل اللي حفظها الملايين وعاشت عبر الأجيال بسبب خفة الروح في الغنى اللي عبر فيه عن أهل مصر وطريقة ولاد البلد في الحياة، في الفرح والحزن والحب والهجر والعتاب وغيرها من المعاني اللي كان بيختار طلب بعناية كلماتها وألحانها. وده اللي خلى عميد الأدب العربي طه حسين يطلق عليه لقب صوت الحارة المصرية. ولأن عبد المطلب كان واحد من الأسطوات الكبار في وسط الغنى الشعبي، فجمعته علاقات طيبة مع زملائه وتلامذته في الوسط ده من كل الأجيال، ومنهم محمد رشدي اللي كان عبد المطلب بيشوف فيه امتداد له، واحتضنه واستقبله يقعد في بيته في بدايات مشواره الفني أول ما جه القاهرة، بنفس حالة الاحتواء اللي حصلت معاه في بدايات مشواره لما جه القاهرة. وكمان كان سبب في شهرة الفنان سيد مكاوي لما غنى له أغنية اسأل مرة عليا، اللي حققت نجاح كبير جدا وقت إذاعتها في الإذاعة المصرية، واتقال إنها كانت السبب اللي دفع السيدة أم كلثوم لاستدعاء مكاوي ليلحن لها أغنية يا مسهرني. أفضل منهم إيه؟ اسأل مرة عليا، اسأل عليا، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يوم تروح له مرتين.
ساكن في حي السيدة، واحدة من أشهر أغاني عبد المطلب المعروفة عند الجميع واللي حققت نجاح كبير جدا مستمر لحد النهاردة. والأغنية دي كان هيغنيها الفنان محمد فوزي، وبعد ما لحنها وسمعها لعيلته وهو بيعمل بروفاتها أقنعوه إن الأغنية مش مناسبة ليه وهتبقى مناسبة أكتر مع محمد عبد المطلب. ولأن محمد فوزي كان فنان كبير شجع محمد عبد المطلب إنه يغنيها، وبالفعل غناها طلب وبقت علامة في التاريخ الفني. ومن المواقف الصعبة اللي حصلت مع محمد عبد المطلب في عز مجده في بداية الخمسينات بحسب كلام ابنه اللي قاله في أحد لقاءاته الصحفية، إن عبد المطلب لما عرف من الفنان سليمان نجيب اللي كان مدير للأوبرا الملكية وقتها إن الديوان الملكي حذف اسمه من حفل كان هيغني فيه في الأوبرا، فغضب عبد المطلب وقال ألفاظ قاسية في حق مدير الديوان، وصدرت الأوامر للألم السياسي باعتقاله. واستخبى عبد المطلب لحد ما يشوف هيتصرف إزاي، وتشاء الأقدار وتقوم ثورة يوليو ويروح واحد من الضباط الأحرار تحديدا اليوسباشي علوي حافظ لعبد المطلب ويبلغه بإلغاء أمر الاعتقال. تعاون عبد المطلب مع كبار الملحنين زي رياض السنباطي ومحمد فوزي ومحمد عبد الوهاب وسيد مكاوي وعبد العظيم محمد وبليغ حمدي، لكنه شكل ثنائي قوي مع الموسيقار محمود الشريف، وعملوا سوا نجاحات كتير منها أهل المحبة، بصعب على روحي، يابا يعني، ودع هواك وغيرها. وإلى جانب الغنى شارك محمد عبد المطلب في التمثيل والغنى في عدد من الأفلام السينمائية وصلت ل 25 فيلم، منها ليلة الجمعة، رجل المستقبل، بنت الأكابر، وكازينو اللطافة، توحة، كدب في كدب، المتهم. وأسس شركة إنتاج مع زوجته نرجس شوقي وأنتج أفلام الصيت ولا الغنى وخمسة من الحبايب. وفي 21 أغسطس من عام 1980 رحل عبد المطلب عن الدنيا. رحلة محمد عبد المطلب رحلة حافلة خلت فيها اسمه في وجدان الملايين على مر العصور.